الجمبري البانيه المقرمش بأحلى تتبيلة وبأسهل طريقة. يلا بسرعة اعملي لايك وشير للفيديو، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. معايا اول حاجة كيلو من الجمبري، كنت مقشراه طبعا. فتحت من الظهر فتحة صغيرة كده بالسكينة علشان اشيل الكيس او العرق الرملي على حسب ما بتسموه بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اجهز التتبيلة. معايا كوبايتين من الدقيق نزلت عليهم بالتوابل، وهي عبارة عن ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة وبهار سمك وكركم وبابريكا. من كل حاجة معلقة صغيرة ما عدا الفلفل الاسود نص معلقة بس. بدأت اقسم الدقيق بالتوابل لنصين، كل نص حطيته في بولة لوحدها. اول جزء نزلت عليه بمعلقة من الثوم المفروم، 3 معالق خل كبار وعصير ليمونة، وقلبت. وبعد كده نزلت عليه بالمية وقلبت كويس قوي. انا عايزه الخليط يكون مش تقيل ولا خفيف زي ما هتشوفوا دلوقتي. هو ده الخليط المظبوط. شايفين قوامه عامل ازاي؟ بعد كده نزلت بالجمبري وقلبت كويس قوي، وهغطيه واسيبه في التلاجة لمدة مش اقل من 4 أو 5 ساعات، او لو متبلاه من قبلها بيوم يبقى احسن كمان. دلوقتي دي البولة التانية اللي فيها الدقيق بالتوابل. نزلت عليها معلقتين كبار من النشا ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقلبت كويس قوي. وبعد كده نقلته في كيس تلاجة. الخطوة دي يا جماعة مهمة قوي في ان انا مش ببوظ المكان حواليا، وفي نفس الوقت الحركة دي بتطلع معايا الجمبري فيه تعريجات عشان اما اجي احمره يطلع معايا كريسبي قوي. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. دلوقتي ابدا اخد الجمبري من التتبيله بتاعته وانزل بيه في كيس الدقيق بالشكل ده. وبعد كده ابدا اقفل الكيس من فوق وابدا احرك الجمبري جوه الدقيق بالشكل ده. اعمل الحركه دي حوالي 10 او 12 مره. ده اللي بيطلع لي الجمبري عليه تعريجات وبيطلعه لي كريسبي جدا، من غير ما ابوظ اي سطح انا بشتغل عليه، من غير ما ابوظ المكان حواليا. بعد كده بنفض الجمبري كويس قوي من الدقيق الزياده اللي عليه عشان يديني شكل التعريجات اللي انتوا شايفينها عليه دلوقتي. ادخله الفريزر حوالي 10 دقايق عشان يرتاح، او في التلاجة حوالي نص ساعة. بس انا كنت مستعجلة فما عملتش الخطوة دي، وطلع معايا برضو كريسبي وحلو قوي. بدأت بعد ما بنفض الجمبري كويس من الدقيق نزلته في زيت غزير سخن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللي بخلصه بنزله في الزيت، ما بعملش كل الكمية واركنها جنبي، يعني اللي خلصه اقوم منزلاه في الزيت على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش بقلب الجمبري خالص، لما ياخد لون من تحت اقلبه الناحية التانية عشان ياخد برضو اللون الذهبي المظبوط، لان انا لو فضلت اقلبه كل شوية الكفر هيفك منه. اخد اللون المظبوط الحلو، بدأت اصفيه كويس قوي من الزيت واخرجه. اللون الاصفر بتاعه او اللون الذهبي الحلو ده من الكركم. لو ما حطيش كركم عليه هيطلع لك لون الجمبري لونه فاتح. انا هنا هخلص كل الكميه بنفس الطريقه وبعد كده ارجع لكم. انا هنا كنت خلصت كل الكميه. الجمبري كان كريسبي جدا وكان طعمه حلو قوي، وزي ما قلت لك لو بيتيه في التتبيله من قبلها بيوم هيبقى طعمه احلى كمان. هو مش محتاج جنبه اي حاجه غير عيش بلدي وطحينه وبطاطس محمره وبس كده. الاكله كلها مش بتاخد منك وقت خالص، والنتيجه بتاعتها حلوه قوي. متاكده ان هي تنجح معاكي من اول مره ان شاء الله. شايفين من كيلو جمبري عملت كميه قد ايه مع بطاطس محمره؟ بجد رهيب يا جماعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوه. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.